سنين من بعد الكارثه اللي طاحت على بوسان، كوريا كامله ولات عايشه في الفوضى والروينه بسبب فيروس الزومبي اللي خلى كلشي يتقلب. البطل ديالنا في هذه القصه سميتو جيونغ سوك، هو عسكري مازال خدام. فواحد النهار كان سايق مع العائله اختو باش يوصلهم لاخر باطو كبير غادي يمشي، وفي الطريق وقفت عليهم واحد السيده كانت هازه ولد صغير بين يديها وطلبات من جيونغ يديها معاهم، ولكن جيونغ رفضها بقلب قاصح وما شافش فيها كاع. من بعد وصلوا للمرسى، جيونغ سيو ركب في الباطو ودخلوه لواحد البيت. كان المفروض الباطو الكبير يمشي لليابان باش يلقاو الامان تما، ولكن شويه جا واحد العسكري للبيت وقال لجيونغ بلي الباطو الكبير بدل الوجهه ديالو وغادي لهونغ كونغ. جيونغ خرج عند الكابيتان باش يسولو علاش، ولكن الكابيتان رد عليه وقال له يدير اللي قالوا ليه وصافي. بين ما داخل البيت واحد الراجل كان كيبان ماشي طبيعي، حيت واحد نورمال ما يمكنش يدير واحد الجلسه معوجه بحال هكا. كان باين باللي تقاس وتزاد وسط الركاب. ملي رجع جيونغ للبيت لقى الدم في كل بلاصه وتلاح باش يتهنى من الزومبي اللي كان تما، ومشى يشوف اختو. تما لقى الناس كاملين تعضوا بالزومبي، حتى ولد اختو الصغير تعض، والام ديالو كانت حاضنه بالخلعه وما قدراتش تهضر معاه من الخوف. في هذه اللحظه اي واحد تعض كيتحول ديريكت لزومبي. من بعد جيونغ بزروب باش يطلق النار على اختو باش يفكها، ولكن اختو ما بغاتش تخلى على ولدها. في نفس اللحظه الراجل اللي كان طايح في الارض تحول زومبي وبدا كيهاجم جيونغ، في الوقت اللي سال الرصاص اللي كان عنده وهرب وسد على البيت من برا. في ديك الوقيته راجل اختو اللي سميتو زيمين حتى هو رجع، وبجوج بيهم وقفوا كيتفرجوا بالوجع كيفاش واحد الجماعه كبيره ديال الزومبي كيتلاحوا على اخت جيونغ. والكاميرا كدور 4 سنين دازت، جيونغ سيوك وزيمين كيهربوا لهونغ كونغ في واحد الباطو كبير، ولكن حياتهم تما ما كانتش سهله بسبب الذنب ديال الموت ديال اختو. كان عايش بالوجع والندامه. من جهته زيمين كان كيعاير جيونغ باللي ما دارش جهته باش ينقذ اختو، ومن جهه اخرى الناس ديال البلاد ما كانوش كيحملوهم. حتى لواحد النهار واحد العصابه تقربت من جيونغ بغاوه يرجع لكوريا باش يجيب لهم الفلوس اللي في واحد الكاميو، حيت دابا كوريا ولات جنه ديال الزومبي والزومبي ما كيتسوقوش للفلوس اصلا. وقالوا لجيونغ سيوك الا قدرتي ترجع الكاميو ديال الفلوس النص ديال داك الشيء ليك. جيونغ ما ترددش وقبل العرض دغيا بين ما زيمينغ هوي سيو ومين وافقوا يمشيو معاه. ومن بعد جيونغ وصحابو ركبوا في الباطو، العصابه عطاوهم السلاح والتليفون ديال الساتيليت. من بعد نزلوا للبر في واحد البزيم صغير منفوخ. الباطو الكبير غادي يبقى بعيد كيتسناهم يرجعوا. الزنقه كانت ساكته فاش وصلوا، العمارات مهدمه وكلشي مخرب. منه حل الباب ديال واحد الطوموبيل لقى سوات كاينين في الطوموبيل. ملي ديماراو زادوا باش يقلبوا على الكاميو والدريه اللي كانت كتسوق الطوموبيل، حيت كانت خدامه طاكسي قبل ما يجي فيروس الزومبي. شويه لمحوا الكاميو اللي كانوا كيقلبوا عليه. جيونغ نزل من الطوموبيل باش يشوف النمره ديال اللوحه، لقى النمره ما كانتش هي اللي كيقلبوا عليها. نفس اللحظه سمعوا واحد الحس غريب جاي من واحد القنت. جيونغ اللي ما خافش من الموت ما ترددش وطلع يشوف شنو كاين. شاف بالمنظار الليلي ديال السلاح ديالو وبان ليه الزومبي كانوا كيتسناو. من بعد كمل الطريق حتى لقاوه تحت واحد القنطره كبيره، في الوقت اللي واحد الدريه كانت كتراقب فيهم بالمنظار من الطل. من بعد زيمين حل الكاميو والشكاره فعلا كانت عامره بالدولار الداخل. ملي وصلوا لباب الشيفور باش يديماريو لقاو الشيفور ميت وجالس في كرسي. زيمين ركب وحاول يلوحوا على برا من الطوموبيل. في هذه اللحظه الشيفور حل عينيه وحل فمو باش يعد زيمين، وبالخلعه وطع على الكلاكسون ديال الكاميو. جيونغ من جهته طلق عليه النار وقتلو في البلاصه. في نفس اللحظه واحد العدد كبير ديال الزومبي سمعوا حس الكلاكسون ديال الكاميو وجاو كيجريو. هاد الزومبي ما كيشوفوش بالليل ولكن السمع ديالهم مجهد بزاف. جيونغ هز السلاح ديالو وبدا كيطلق النار، ولكن الزومبي كانوا كثر بزاف. من بعد جيونغ طلع للكاميو باش يتفك من الزومبي والطوموبيلات بجوج بداو كيسوقوا في الطريق. هويسيو بدات كتحلم باللي غادي تولي لاباس عليها وعند بالهم سلتو. شويه واحد الشخص خرج لهم من الجنب ديال الطريق وطلق واحد الشعله. الطول ديال هاد الشعله كان مجهد بزاف في الظلام. الزومبي شافوا الضوء وناضوا كيجريو ليه، هما زربوا باش يهربوا وجوج ديال الزومبي سد عليهم الطريق. في الوقت اللي هويسيو ضربت شي زومبي وما بقاتش مسيطره على الطوموبيل، والكاميو اللي كان موراهم ما قدرش يفراني ودخل فيهم. من بعد جونغ طلع من الكاميو وهويسيو ماتت حتى هي، وثلاثه اللي بقاو تجرحوا. الزومبي ما حبسوش من الهجوم. في هذه اللحظه زيمين زربان وتخبى على الداخل ديال الكاميو. في الوقت اللي جونغ بدا كيجري باش يهرب، وفي هذا الهروب بالضبط تلاقى مع واحد البنت سميتها جون. هي بالزربه تخلصت من الزومبي بسهوله، وكانت معاها واحد البنت صغيره جالسه في الكرسي حداها. جون بدات كضرب الزومبي بينما جونغ ما قدرش يكمل وطاح فاقد الوعي. من بعد الطوموبيل دخلت تحت واحد القنطره كبيره. هنا واحد الموجه كبيره ديال الزومبي سدات الطريق. في هذه اللحظه بدات البنت بدات واحد الطوموبيل صغيره ديال التحكم عند بعد فيها الضوء والموسيقى. بدات كتحكم في الطوموبيل الصغيره ووجهتها للزومبي اللي كانوا مجموعين على الطوموبيل. الزومبي حتى هما تبعوا الحس ديال الموسيقى والضوء وطلعوا ديريكت على واحد الطوموبيل صغيره. البنت الصغيره ضربت بالطوموبيل ورجعتها اللور، وهي كتجري موراها واحد الجماعه كبيره ديال الزومبي. ملي تشتت الزومبي وتلهاو الطوموبيل ديالهم ديمارات ودست على شي زومبي قلال كانوا مفرقين ودست بالزربه جهه زيمين. الزومبي كانوا باقيين دايرين بالكاميو وما ناويينش يمشيو. في نفس اللحظه دست واحد الطوموبيل ديال الاعلانات بجهده بزاف.
بزاف، هي اللي شتات التركيز ديال جماعه الزومبي. من بعد كيكون واحد العصابه جايين جهه الكاميو اللي مخبي فيه زيمين، منه اللي كان بلاصه الشيفور ديال الكاميو خرج من الكاميو طلب منهم العون، ولكن هو كان ديجا تقاس بالزومبي، والزعيم ديال هاد الجماعه تقرب منه قتلو ديريكت. من بعد ركبوا في الكاميو ومشاو في حالهم، وزيمين اللي كان داخل الكاميو ما فراسو شنو واقع على برا، حتى هو داوه معاهم. جا اخرى جونك فاق من الغيبوبه ديالو وبان له واحد الراجل كبير قدامه، هذا هو الجد ديال البنت الصغيره جون. في نفس اللحظه واحد السيده تقربات وجونك عرفها دغيا، سميتها مينغ جين. هذه هي السيده اللي تلاقاو بها في الطريق وطلبت منهم المساعده، هي وبنتها نجاو من داك الجو الزومبي. من بعد داو جونك معاه الراجل الكبير، كان عنده واحد الراديو كان كيرسل رسائل للعالم الخارجي كيطلب المساعده، في الوقت اللي زيمين داوه لواحد المخيم ديال الجماعه، وهاد الجماعه سميتها الوحده 631. كانوا في الاصل واحد عسكريه عاديه، ولكن من بعد ما بان الفيروس ديال الزومبي هاد البلاصه ولات بحال شي جزيره معزوله، تما تخلاو عليهم. بهذا الشيء ولاو الصيادين ديال الزومبي بناو دفاعات وكيشدوا الموارد من الزومبي باش يبقاو عايشين. هاد الناس ما كيديروا والو من غير الشر، وخايبين اكثر من الزومبي براسهم. هاد المخيم هو اللي هربت منه عائله جينك. من بعد وفي جهه اخرى الجماعه لقاو زيمين في الطوموبيل وقطعوا ليه حوايجو وشموا ليه الارقام على الجسم ديالو، وزيمين تخلع على واحد الطراجه رجليه ولاو كيرجفوا. من بعد رموه في واحد البيت اللي كانت عامره بالناس بحالهم مرقمين، كانوا مكركبين في الارض وساكتين. شويه الباب ديال البيت تحل والناس اللي كانوا داخل خرجوا كاملين، حتى زيمين خرجوه معاهم. كانت بحال شي حلبه ديال المصارعه قدامهم، جمهور كبير ديال الناس كيتفرجوا من الفوق وكيصفقوا وكيتراهنوا. تما فين بدا العكس التنازلي، الباب ديال واحد الممر تحل وخرجت واحد الجماعه ديال الزومبي كيتلاحوا عليهم، وكانوا كيلعبوا واحد اللعبه خايبه. الزومبي كيطاردوا اللي باقيين حيين في الوقت اللي بزاف ديال الناس ماتوا. من بعد سال الوقت والموسيقى بدات كتعزف، بان واحد الراجل لابس شي كوستيم كيبري ورجع الزومبي للور، وزيمين جا ولكن حالته كانت حاله. من بعد ردوهم من البيت، الحراس رماو ليهم شي باكيات قلال ديال النودلز، زاحموا باش ياخذوهم وكلاوهم. الراس الكبير ديال هذه المنطقه هو الراجل اللي كان قبالتهم، الكابيتان. كان عيا من هاد العيشه وكان ناوي يخلي الدنيا. شويه سمع الدقه في الباب، واحد من الرجال ديالو جاب ليه قرعه ديال الشراب. الكابيتان شاف في الشراب وما بقاش باغي يموت، ومن فم الراجل ديالو عرف بالخبر ديال الكاميو. مشى نيشان الكاميو ولقى التليفون الساتيليت وهو كيلعب به، التليفون صونا. جا الاتصال من الراجل اللي في الباطو الكبير، وملي سمعوا الناس اللي في الباطو باللي ماشي جونغ اللي كيهضر، قالوا ليه شكون ما كنت انت تقدر تخرج من هذا الجحيم الا جبتي لينا الفلوس وغادي تاخذ نفس المكافاه. ملي سمع الكابيتان شو باللي يقدر يخرج من هنا وفق بالزربه. في جهه اخرى جونغ كيحسب ليه باللي زيمين مات. من بعد هو والعائله قرروا يستغلوا الظلام ديال الليل ويسيطروا على الكاميو ويدوه للمرصه باش يركبوا في الباطو الكبير. جونغ نعس وفاق حتى طاح الظلام، تما جمعوا حوايجهم دغيا، هزوا السلاح وزادوا. كانوا غاديين يسلتوا للمخيم ويخطفوا الكاميو، وقالوا جون تسناهم في الطوموبيل. دازوا من واحد الممر سري باش يوصلوا للمخيم الرئيسي ديال واحد 631، وهي نفس البلاصه اللي كانوا هربوا منها في الاول. وملي قضاو على واحد من الحراس شافوا الكاميو قدامهم، من جهته الكابيتان شو طلع للحلبه وبدا كيهضر مع الجمهور بالميكرو، وقال لهم راه عندنا المؤونه الكافيه دابا، الليله كلشي غادي يفرح. كان باغي يستعمل هاد الخطه باش يجمع الناس كاملين تما، ومن بعد يحاول يهرب بوحدو في الكاميو في السكات. في الوقت اللي السيرجان كيم كان ديجا شك في شي حاجه ماشي هي هذيك. من رجع الكابيتان شو للبيت، السيرجان كيم كان كيتسناه ديجا، ولكن ما لقى والو اللي يخلي الشك ديالو في شو يكون صحيح. الكابيتان شو دخل البيت ويحاول يغطي التليفون الساتيليت اللي كان محطوط فوق الطبله. في ديك اللحظه الراجل ديالو ما كانش عارف باللي السيرجان كيم كاين في البيت، دفع الباب ودخل بلا ما يدق. وفاش السيرجان كيم بدا كيسول الراجل ديال الكابيتان شو جبد السلاح ديالو بشويه من اللور ديال ظهره، والسيرجان كيم حسبهم صحاب وخرج من البيت بكل احترام. بجهه اخرى جونغ ومين جينغ وصلوا الكاميو وهما غاديين يديماريو. الراجل ديال الكابيتان شو وصل حتى هو، ومين جينغ تخبعت في الطوموبيل وجبدت السلاح وجهته ليه. تما جوج ديال الحراس شافوه سولوا علاش ما مشاش يشوف العرض في الساحه، جبد ليهم شعود رخاو باش يسلك راسو. والحراس قالوا ليه الراجل اللي شدينا في الكاميو كان بطل الحلبه. هاد الهضره سمعها السيوك وفهم باللي زيمين باقي حي، داكشي علاش الزراب يمشي ينقضوا. وملي مشى الكابيتان شو جا وكيبان باللي كيعرف مين جينغ شحال هادي، ولكن على غفله جبد السلاح وطلق على مين جينغ، وهي دورات الطوموبيل بالعكس ورمات راسها من الطوموبيل للارض. جبدت التليفون الساتيليت من الجسم ديالو. وفي الوقت اللي زيمين باقي يتواجه مع الزومبي في الحلبه، وواحد منهم غوت وطلع على زيمين. وفي هذه اللحظه الزومبي طاح مقتول حيت جونغ وصل وقضى على الزومبي اللي كانوا تما كاملين. من بعد رمى واحد القنبله ديال الدخان وقدر يخرج زيمين من تما. في هذا الهروب ديالهم تلقاو مع جنود حبسوهم، الجنود بداو كيطلقوا رصاص على جونغ وهو هرب للجنب وتخبى. نفس اللحظه واحد الزومبي طلع عليه وزيمين هز السلاح من الارض وطلق النار على جونغ اللي كان جاي. من بعد رمى السلاح لجونغ شدو وكمل على الزومبي. في هذه اللحظه السيرجان كيم اللي كان مخبي طلق النار على زيمين ومات بهذه الطريقه. وجونغ كان كيتقاتل مع الجنود الاخرين. في الوقت اللي كيم كان غادي يطلق النار، مين جينغ دخلت بالزربه بالكاميو وجونغ هرب في الكاميو. في هذه اللحظه الكابيتان شوفق على برا وشاف الكاميو غادي وما قدر يدير والو. السيرجان كيم خرج هو والرجال ديالو، بينما الكاميو ديال جونغ سيوك تحبس في الطريق بسبب واحد الجماعه
جماعه ديال الزومبي، وعدد كبير من هاد الزومبي ضرب الكاميون من القدام. على شويه كانوا غاديين يوليو ماكله ديال الزومبي، كون ما جون جات بالطوموبيل وقفت قريبه، وباندو مجهد بزاف جبد الزومبي كاملين عنده. من جاك حتى يدس بالكاميون وسط الزومبي وزادوا قدام. الطوموبيلات بجوج كانوا غاديين للمرض، وفي هاد اللحظه السيرجن كيمو الرجال ديالو لحقوهم وطلقوا الشعلات للسما باش يجذبوا انتباه ديال الزومبي. وجيونغ سيوك تحاصر بينما الطوموبيل دخلت تحت القطره. جيونغ سيوك طلق النار على الزاج والزومبي خرجوا منه، والطوموبيل ديال السيرجن كيم ما قدرتش تفراني وتحاصروا، وكانت النهايه ديالهم تما بديك الطريقه. من بعد جيونغ جبت التليفون الساتيليت باش يتصل بمول الباطو اللي في المرسى، الوقت اللي كابيتان شو جاب الطوموبيل ديالو وتخشى في طوموبيل جون، جبدها من الطوموبيل وشدها كراهنه. في نفس اللحظه البنت الصغيره بدات كتحكم الطوموبيل الصغيره ديال التحكم عن بعد وجاتها الكابيتان شو. الكابيتان شو طلق النار على البنت الصغيره، والراجل الكبير تلاح باش يحمي البنت ولكن تضرب قرطاسه هو. من بعد الكابيتان شو زاد كيجري الكاميو، ركب وهرب. في الداخل ديال الكاميو كان كيتخيل حياته في هونغ كونغ، وساق الطوموبيل فوق الباطو والعصابات تلاقاو به واستقبلوا الكابيتان شو بالفرحه، ولكن العصابات شيروا فيه ديريكت. من بعد الكابيتان شو في اخر نفس ليه دار مارش اريير ورد الكاميو اللور، رح بيه الباب ديال الباطو. في ديك الوقيته واحد العدد كبير ديال الزومبي دخل من الباطو، ومن جهه اخرى الراجل الكبير المجروح كان كيموت. في نفس اللحظه حس ديال الهليكوبتر جا من السماء، والبنت الصغيره زربت باش ترمي الالعاب الناريه للسماء، وقدرت تجذب الانتباه ديال الهليكوبتر. بينما جيونغ زرب الهليكوبتر وهز البنت الصغيره بين يديه، في الوقت اللي الزومبي تبعوا الضو ديال الالعاب الناريه وجاو من كل جهه وكانوا كثار بزاف. من جا ركبت في واحد الكاميو بدات كتكلاكسوني باش تجيب الزومبي جيتها وتخلي ولادها يهربوا ويتعتقوا. الزومبي سمعوا الحس تجبدوا لجهه مينغ جينغ. في الوقت اللي جونغ والبنات وصلوا للهليكوبتر اخيرا، والبنت طلبات باش يقتلوا الام ديالها، ولكن رجال الانقاذ ما داروا والو. من جينغ اللي كانت لداخل الكاميو قررت تقتل راسها حيت ما بغاتش تحول لزومبي. في نفس اللحظه جونغ سوك تفكر زمين فاش كان كيلومو حيت ما قدرش ينقذ اختو وبنتها، وقرر يرجع بالسلاح ديالو لعند مينغ جينغ قبل ما تقتل راسها. بجدرات طلق رصاصه في الصبا، وملي سمعت مينغ جينغ الحس ديال الرصاص الامل باش تنجا عاود رجع ليها، وبدات كتطلق النار على الزومبي. وجونغ سيوك جا عندها نيشان، رموا قنابل ديال الدخان، واخيرا خرجوا من تما وهربوا للهليكوبتر. وهنا كتسالي القصه ديالنا.